السلام عليكم ويا هلا بأحلى طلاب في الدنيا. طبعا أنا غبت كتير عليكم أنا عارفة، ولكن النهاردة بإذن الله أنا رجعت ومش هغيب تاني عليكم. طبعا الأيام عدت بسرعة وكل الطلاب خلاص داخلة على فترات الامتحانات، فاحنا عايزين نخلص اللي علينا في الفترة دي اللي هي ما قبل الامتحانات، أو ازاي نجهز أصلا للامتحانات أو نعمل ايه. فده كله اللي انت هتعرفه في الفيديو بتاع النهاردة. فيلا بينا. كلام النهارده مش هيبقى مخصص لفئة معينة او سنة دراسية معينة، لا، انا كلام النهارده اللي هقوله اي حاجة هتكلم فيها فهي عادي هتمشي لاي شخص، يعني سواء في اعدادي سواء في ثانوي سواء في كلية، فانت برضو معانا لو انت في جامعة. دلوقتي انا واحد مش مخلص المنهج بتاعي، او حتى اني لسه هفتح المنهج لاول مرة، او حتى اني انا مخلص المنهج كله ولكن مش جاهز للامتحانات، او مش جاهز اصلا ان انا ادخل الامتحان، او مش عارف اعمل ايه. انا مخلص المنهج وكل حاجة او مذاكر بس برضه حاسس ان انا مش جاهز. اعمل ايه؟ تعال اقولك تعمل ايه. انا وانت واي طالب تاني لما بنتزنق في الامتحانات ما بنعملش غير حاجة واحدة بس، الا وهي ان احنا نحل امتحانات سابقة. حل الامتحانات السابقة مهم جدا جدا جدا. الامتحانات اللي هي بتاعت المحافظات اللي انت بتشوفها في اي كتاب عندك، وده بيمشي عليا وبيمشي على بتوع الجامعة وبيمشي على بتوع ثانوي وبيمشي على بتوع اعدادي، فكلنا واحد. لما بنتزنق ما بنلجأش غير لحل واحد وهو حل الامتحانات السابقة، لان ده مش وقت ان انت اصلا تجيب المنهج فيه من البداية وتبدأ ان انت تذاكره او تلم المنهج، لان اصلا مش معاك وقت ان انت تعمل كل ده. الوقت مش هيسمح لك ان انت تجيب المنهج من الاول وتذاكره. فحل الامتحانات السابقة هو انسب حل ليك، يعني لو انت مزنوق او انت مش جاهز للامتحانات، او فانسب حل هو ايه؟ الامتحانات السابقة. انت لو عملت زي ما انا بقولك كده هتضمن 90% من الامتحان، او حتى هتضمن 85% من الامتحان اللي هما هيخلوك تجيب امتياز لو انت في كلية. اعمل اللي انا هقولك عليه بالظبط وانت هتضمن باذن الله 90% من الامتحان. الناس اللي هما في اعدادي انتوا اكتر ناس محظوظين بالحل اللي انا قلت لكم عليه ده، اللي هو حل الامتحانات السابقة او المحافظات السابقة، لان انتوا الناس دول محظوظين في ايه بقى؟ محظوظين ان اصلا الامتحانات بتاعتهم ما بتجيش الا اصلا من الكتاب بتاع المدرسة، ما بتجيش غير من الامتحانات دي. حتى صيغة السؤال بتبقى هي مفيش اي اختلاف. ممكن في اسئلة بتيجي بنفس الارقام في الرياضيات والعلوم والحاجات اللي فيها مسائل وكده. هتلاقي معظم الأسئلة أو كل الأسئلة حرفيا، يعني انت بنسبة 99% أسئلة من الامتحانات اللي انت هتحلها دي. فعشان كده انتوا ناس محظوظين بجد. يعني انت بقى هتبدأ تعمل ايه عشان تضمن 99% من الامتحان دول؟ هتبدأ ان انت تجيب كل مادة، سواء انت في اولى اعدادي تانية اعدادي تالتة اعدادي، وتجيب من 6 ل 8 امتحانات شاملة في كل مادة من امتحانات المحافظات السابقة، وكويسين جدا عليك كطالب يعني. وهتدخل الامتحان هتلاقي نفس الأسئلة هي وهتقول منا قالت، هتقول مس منا قالت ان الأسئلة دي هتيجي في الامتحان، وجات فعلا هتيجي بالظبط، مش هتختلف اي حاجة. تبدأ تركز على الأسئلة اللي بتتكرر. هتبدأ بقى تركز على الأسئلة المتكررة او الأفكار المتكررة والمتشابهة. مش شرط أسئلة متكررة، أفكار متكررة على نفس الجزئية دي، او أفكار متكررة او سؤال متكرر بس بصيغة تانية وانت بتحل بنفس الإجابة. فاثبت على الأسئلة دي وركز عليها جدا، لان هتلاقي الامتحان جايلك من الأجزاء دي اللي هي متكررة. طب انا دلوقتي يا مس بدأت ان انا احل امتحانات سابقة، لقيت ان في أسئلة كتير جدا بتقف معايا وانا مش عارف حلها، اعمل ايه؟ ده جميل جدا على فكرة، وده الوارد اصلا والطبيعي ان انت هيقف معاك اسئلة، فتبدأ ان انت تجيب الحل بتاعها من الكتاب، او لو مش من الكتاب ومش عارف تطلعه من الكتاب تبدأ تجيب حل المحافظة اللي انت بتحلها دي من اليوتيوب وتبدأ تشوف الحل ده. عايزاك كمان تركز في الجبر والهندسة جدا، عشان دول يمكن الحاجة الوحيدة اللي ممكن يغيروا لك فيها ارقام في المسائل. يعني انت بتحل مسائل وافكار كتير مثلا في امتحانات المحافظات، هتلاقي مثلا نفس المسائل بس مغيرين لك في الارقام، تمام؟ فدي حاجة مهمة ان انت تركز عليها، لان ممكن يكون في ناس بتحفظ المسائل. نيجي بقى بالنسبة للناس اللي هي في اولى ثانوي وتانية ثانوي هتعمل ايه؟ هل هي هتعمل نفس اللي انا اتكلمت عليه ان هي تحل امتحانات شاملة وكده،
بالظبط، هتحلوا امتحانات شاملة وتبدأوا ان انتوا تركزوا على الأسئلة او الأفكار اللي هي المتشابهة او المتكررة. طب احنا دلوقتي امتحاناتنا بتيجي صعبة او بتيجي متحررة، برضو هنعمل اللي انت بتقولي عليها، هتعملوا اللي انا بقول لكم عليه. طب ليه؟ هقول لكم حاجة وهطمنكم ان مفيش امتحان بيخرج من الأفكار اللي هي موجودة في الأسئلة بتاعت الامتحانات السابقة. ايا كان اللي هيحط الامتحان، سواء وزارة، موجهين، مدرسين، تمام، الامتحان مش هيطلع من الافكار اللي هي في الامتحانات السابقه. اقول لك ليه بقى. انت بتذاكر حاجه طبيعي هتجيلك، هما مش هيجيبولك حاجه من المريخ، هما اكيد بيجيبولك من المنهج، بس انت مش عارف الفكره اللي بيجيبوا بيها. فانت ما توهمش نفسك ان الامتحان بيجي من بره المنهج، مفيش حاجه بتيجي من بره المنهج. على فكره الاسئله والافكار هي اللي انت بتحلها. لو انت جابلك سؤال مش عارفه في الامتحان، فهقولك على حاجه، انت كل الافكار اللي هتحلها في الامتحانات السابقه هتلاقي زيها في الامتحان اللي انت هتدخله في اخر السنه. طب انا دلوقتي في سؤال قابلني مش عارفه، السؤال هيبقى مألوف بالنسبه لك. يعني مألوف؟ يعني انا شفته قبل كده بس انا مش فاكر الحل بتاعه، او انا عارف الفكره بس مش عارفه اطبقها. طبيعي جدا هتلاقي في الامتحان في سؤال 2 3 او حتى لو 5 اسئله 7 اسئله انت لسه اول مره تشوفهم، يعني لسه اول مره بتستوعب الاسئله دي، بس هتحس ان الاسئله مألوفه. طب هتحسها ليه مألوفه؟ عشان انت حليت افكار كتير ما شابه ذلك في الامتحانات السابقه. لو انت فعلا هتحل يعني وهتحل امتحانات سابقه وكده، فلما تدخل الامتحان هتلاقي ان الافكار بتاعه الاسئله اللي هي انت بتقول عليها بره المنهج هتلاقي في حاجات بتربط بعض. يعني هتحس كده، لا اللي هو انا يعني انا لمحت السؤال ده، انا شفت الفكره دي. انت بس محتاج ان انت تركز وتقعد كده بهداوة. طب انا لو طالب في جامعة هعمل ايه وعايزة اجيب تقدير امتياز؟ هتعمل نفس الكلام، هتجيب 5 امتحانات سابقين. هقولك على حاجة، اللي بيديك في الكلية الدكتور تمام ما بيجيبش اسئلة من دماغه، هو بيجيب من الامتحانات السابقة. لو حليت امتحان السنة اللي عدت اللي هي قبل السنة اللي انت فيها تمام، هتلاقي نص الاسئله اللي هتجيك في الامتحان من الاسئله دي. هتلاقي نص الاسئله اللي هتيجي في الامتحان بتاعك السنه دي هي الاسئله بتاعت السنه اللي عدت اللي هي بتاعت 2023 مثلا، وانت في 2024 فهيجيك اسئله 2023 بس نصها مش كلها. طب ال50% التانيين او النص التاني ده هيكون فين او اجيبه من فين؟ ده بقى من ال5 او ال4 امتحانات السابقين اللي هم قبل سنة 2023. هو بقى ال50% التانيين بيبدأ ان هو ينتش لك من الامتحانات الباقية اللي هم ال4 بتوع السنين السابقة. فحاول تاخد بالك كويس ان انت تذاكر على الاقل 5 امتحانات سابقين في امتحانات الكلية، لان بجد انا جربت الموضوع ده وفعلا جبت تقديرات بامتيازات. يعني انا مكنتش متخيلة ان انا هجيب امتيازات، وجبت تقديرات امتيازات وطلعت بتقدير عام امتياز كمان. وانا كده قلت لك باختصار تعمل ايه عشان تجهز للامتحانات. فما تنساش اللايك اللي ممكن يشجعني ان انا اكمل معاكم، ولو انت بقى اول مرة تشوفني تعمل لي سبسكرايب في القناة وشير ولايك كتير، وبس كده. باي باي.